يا ترى فين المكان اللي بيتقال عليه تاني أجمل ضريح في العالم بعد تاج محل؟ فين المبنى اللي اتبنى في 14 شهر واستغرق تزيينه 3 سنين؟ احنا دلوقتي واقفين في واحدة من أروع حتت مصر القديمة، شارع المعز، وتحديدا في بيت القاضي، وقدامنا مباشرة مجموعة السلطان المنصور قلاوون. المجموعة دي مش مجرد مبنى، دي حكاية سلطان و100 سنة من حكمه وحكم ولاده، وحكاية فن ما بيتكررش ما بين رخام وزجاج وخشب وزخارف هندسية تخطف العين. عارف انك ممكن تكون شفت مباني كتير، بس اللي هتشوفه هنا محتاج تركيز. كل تفصيلة في السقف، كل خط في الرخام بيحكي حكاية. طيب مين هو المنصور قلاوون؟ وازاي ساب بصمته في قلب القاهرة لحد النهاردة؟ ده واحد من أشهر سلاطين المماليك البحرية، حب يعمل حاجة تفضل فاكراها الناس ليه طول العمر، فبنى المجموعة دي سنة 1285 ميلادية، واللي بتضم قبة ومدرسة ومستشفى ومسجد. يعني عمل مدينة صغيرة جوه شارع المعز. احنا لسه ما خلصناش جولتنا. لو دي أول مرة ليك في القناة، انزل دلوقتي اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس علشان يجيلك كل جديد من جولاتنا في كنوز مصر واللي محدش يعرفها. ويلا نكمل جولتنا ونغوص أكتر في تفاصيل مجموعة قلاوون. ودلوقتي نكمل جولتنا في مجموعة السلطان المنصور قلاوون. عارف أول ما تدخل من الباب بتحس بإيه؟ تحس إنك داخل على كنز، ممر طويل، سقف مزخرف، كأن فنان بينحت فيه بقاله سنين. على يمينك هنا تبدأ الحكاية الكبيرة، القبة. مش أي قبة، دي قبة السلطان قلاوون، واللي ناس كتير بيقولوا عليها أجمل ضريح في العالم بعد تاج محل. معقولة في حاجة زي تاج محل؟ طبعا في. علشان الرخام الملون بيغطي الجدران والتيجان الذهبية فوق الأعمدة. والنقوش مكتوبة بخط كوفي مذهب يخطف العين. وفي النص فيه تابوت السلطان. وحواليه مكسورة خشب راقية محفور عليها آيات وكتابات، وأجمل ما فيها إنك تحس إنها بتحكي سيرة. سيرة واحد حكم وبنى وترك حاجة تفضل بعدة قرون. طيب وبعدين هنروح فين؟ تبص على شمالك
تلاقي بوابة تانية، بوابة بتوصلك على المدرسة. مدرسة كانت بتعلم ايه؟ كانت جامعة قبل كل الجامعات، بتدرس فيها كل المذاهب الفقهية الأربعة، وفيها إيوان القبلة مزين بفسيفساء ذهبية، ومحراب مرصع، ومنبر خشب محفور بمنتهى الفن. تحس بإيه وانت واقف؟ تحس إنك في معبد للعلم، بس على الطراز الإسلامي المملوك، فخامة ودقة وفن. طيب الممر نفسه بيوصل لإيه كمان؟ للبيمارستان. طيب إيه هو البيمارستان؟ البيمارستان هو المستشفى اللي بناه السلطان علشان يعالج الناس. نعم، السلطان عمل مبنى كامل لعلاج الفقراء والمرضى، وفي سقاية ونافورة وغرف كانوا بيجهزوا فيها العلاج بالمجان. يعني احنا دلوقتي واقفين فين؟ في ممر بيوصل بين الدين والعلم والطب، في مجموعة معمارية واحدة في قلب شارع المعز، في حتة من مصر محدش يقدر يمر عليها مرور الكرام. عارف ان كل حاجة هنا ليها صوت، كل حجر بيحكي، كل زغرفة بتسأل. هتفضل تتفرج من بعيد ولا هتقرب وتعرف تاريخك بجد؟ لو عجبك اللي شفته معانا، انزل اعمل لايك وسبسكرايب وفعل الجرس علشان توصلك باقي جولاتنا في شارع المعز، ونكمل سوا رحلتنا في حتة من مصر.